اهلا الخوت، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بالف خير. تشاهدوا هذا الفيديو اليوم. غادي نطيب الحوت كويرات في الطاجين. غادي يجي زوين كفته في الطاجين، يجي زوين. انا غادي نطيبه بواحد الطريقه اخرى، يعني من غير هذيك اللي مولفين كنطيبوه بها بالخضره فلفله وهذا. اليوم انا غادي نشد غير مطيشه، غادي نغسلها مزيان، غادي نقيها. من بعد ديك الساعات غادي نشدها، غادي نقطعها في الطاجين. هنا غادي نقطع شحال عندي 4 الحبات ديال المطيجه اللي غادي ناخذ، وانتم قياسكم. شوفوا انتم شحال غادي ديروا على حساب الافراد العائله. المهم انا جديت الطاجين هكا في القياس. عندي شويه الحوت فريقو، شديتو رميتو في الهاشمور، طحنتو مع شويه ديال القوام العطريه. من بعد غادي نقرط مطيشه، نذكر 4 الحبات هما اللي غادي نقرط في الطاجين. كتشوفوا نقرطها، نحاول نقرطها رقيقه. كاين اللي كيطحنها، حتى الا طحنتيها درتيها لاصوص وزدتي عليها عاوتاني لاصوص ديال الحانوت ديك اولا، كتجي زوينه، حتى هي كتجي زوينه. دابا كي كتشوفوا غادي نقطع مطيشه مزيان، غنقطعها كلها رقيقه. صافي هنا غنقطعها كلها كي كتشوفوا. المهم هنا غادي ندير شويه ديال الزيت، من بعد غادي ندير شويه ديال الملح، من بعد غادي ندير شويه ديال التحميره حمر، من بعد غندير شويه الخرقوم، عبار، شويه البزار، سكينجبير. صافي هنا غادي نجمع الطاجين، رديته فوق البوطه، غادي يتشحر مزيان. هذيك المطيشه تتعسل، من بعد غنعسلها مزيان ونرجع معاكم. هنايا الخوت درت شكلت الحوت على شكل كفته، هنايا كويرات درتو في الطاجين. من بعد هنايا طاب ليا الحوت وطابت ليا مطيشه لاصوص. قولوا لي كيفاش جاتكم. هنا قليت شويه ديال البطاطا وغادي نديرها كامل فوق، يعني كتجي زوينه. الى عجبكم الفيديو خلوا لي شي لايك، وقولوا لي كيفاش جاكم في التعليق، وديروا لي عافاكم واحد اشتراك للقناه.